دائما كنلاحظوا ان الاطفال يدافعوا مع بعضياتهم، اطفال كيسخروا من بعضياتهم، اطفال كيضحكوا على بعضياتهم. كنسولوا راسنا، واش هادشي عادي؟ علاش هاد الطفل كيدير هاد التصرفات مع اطفال اللي في السن ديالو؟ للاسف هذا نقدروا نسميوه تنمر. والتنمر هو ماشي جرأة، بالعكس، التنمر هو نقص كبير في الفهم العاطفي. الطفل اللي ما كيعرفش يعبر على المشاعر ديالو كيعبر عليها بالعنف، اللي ما كيعرفش يتفهم مشاعر الاخرين كيتحول لمتنمر. وهنا كتجلى اهميه الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي كيعلم الطفل ثلاثه المهارات اساسيه. اول حاجه يفهم مشاعر ديالو الخاصه، واش هو غضبان، مقلق، منعش مزيان، المزاج ديالو ماشي هو هذاك. حاجه تانية كيعلمو انه يتحكم فيها، كيتعلم انه يتهدن، يتنفس مزيان الا كان معصب، يفكر قبل ما يدير اي تصرف. والحاجه الثالثه انه يتعاطف مع الاخرين، يحس بالناس، يعرف ان الكلمه اللي كتجرح بنادم راها كتألمه وكتقدر تاثر فيه لمده طويله. والضحك على الاخر راه ماشي تفوق. الابحاث بينات ان الاطفال اللي كيتربوا في بيئه فيها تعاطف وحوار عندهم قابليه اقل بزاف للتنمر، سواء كمتنمرين او ضحايا. لان الذكاء العاطفي ما كيبنيش فقط العلاقات، كيبني الانسانيه داخل الطفل. في كل مره ولدك كيغضب ما تعاقبوش مباشره، علمو يسمي المشاعر ديالو. وفي كل مره كتشوفو كيضحك على شي حد ما تخاصمش عليه، عاونو يفهم كيفاش يحس بالاخر. التربيه بالذكاء العاطفي ماشي رفاهيه، هي الدرع الحقيقي ضد التنمر. لان الطفل اللي كيعرف يحب ويحس بالناس اللي دايرين به ما كيقدرش يأذي. واش كتظني فعلا ان الذكاء العاطفي ممكن يحد من التنمر؟ شاركونا رايكم في التعليقات وخليونا نربيو جيل قوي ولكن حساس. وإلا كانت هذه اول مره تشوفوا القناه وكنتم مهتمين بمواضيع التربيه، التوازن الاسري وعلم النفس الايجابي،